انا معايا هنا الكريم، اخر حبه هنا واخر حبه هنا، هاخدهم عشان اخلص العلبه اللي عندي، يعني فاهمين قصدي. انا بحب اجيب الكريمات اللي هي الصغيره ديت عشان تبقى سهله معايا، وانتي بتحطيها في الشنطه معاكي، تبقى سهله وجميله. ساعات بقى بتنسي، بتبقى بره، انت طلعتيها من الشنطه بتبقى بره، بتاخدي واحده تانية، عشان كده عندي الاتنين. طيب دول يا بوسي بمقام قد ايه؟ بصوا، طلعت معلقه صغيره، اي نوع كريم انت بتحبيه، دوف، اي نوع، يعني مش شرط النوع دوت. بصوا، وهنحط بقى لبن لغايه ما هتبقى عجينه معانا. عندك لبن بودر، انا عندي لبن بودر بس مش عايزه احطه عشان ما اعقدلكيش الدنيا. عندك لبن بودر حطي لبن بودر، ما عندكيش بجد اللبن بودر برضو حلو قوي ومغذي للبشره. ما عندكيش، هو الثلاث مكونات ديت كريم، اي نوع كريم، معلقه واحده بس هناخدها، ونص ليمونه، ونص، ومعلقه نشا. وهنحط بقى اللبن على حسب العجينه انت عايزاها متماسكه، او بصوا انا هحط حبه بس بسيطه، انا عايزاها تبقى متماسكه كده اهي، تبقى ناعمه وفي نفس الوقت، فاهمين قصدي؟ اهي، معلش على الصوت، اهي بقت كريمه عندي. بجد الليمون ده جميل جدا جدا. بصوا انا عايزه بس اوريكم اهي، هندهنها كده على البشره وهنسيبها حوالي ربع ساعه. انت هتحسي ان المكونات نشفت والبشره بتاعتك او وشك شد جامد، هتلاقيه نشف معاكي خلاص. ميه دافيه، فتره مش دافيه، وتروحي شاطفه وشك او بشرتك. بس يعني اسهل ما يمكن، يعني بجد جربيها مش هتندمي. انا بكلمكم بصدق، يعني اكني صاحبتي وبديكوا الوصفه. انا بقى بحطها في العلبه ديت، بتحطيها وتحطيها مثلا في التلاجة، هتبقى معاكي، تبقى سهله لمجرد اسبوع، يعني هي ما بتكترش اسبوع غير اسبوع. حطيها في التلاجة. هي برضو كميتها انا ما عملتش كميه كبيره، يعني انا ممكن بقى فيديو هعمل لك بقى كميه كبيره وكده، لا انا بعمل كميه اهي. هتحطيها، هتاخد بقى بشرتك، رقبتك، ايدك، زي ما انا بعملها كده. بصوا ابتدت تنشف معايا اهي، ابتدت تنشف. وطبعا الكريم بيرطب، لان النشا حامي قوي على البشره. النشا الكريم مع اللبن هيرطب لي الدنيا شويه، فاهمين قصدي؟ بجد احلى ماسك لشد البشره. النشا بالليمون بس، مش اكتر ولا اقل. بس انا بحب احط معاه كريم وبحط معاه لبن، ويا سلام بقى لو معلقه لبن بودر، بجد بتفرق مع الوصفه جدا جدا. ما عندناش لبن، عندنا ميه ورد، حطي ميه ورد. لو انت حطيتي لبن بودر بس. هي دي كانت وصفتنا سهله وجميله وما فيهاش اي حاجه، وتشجعي ان انت تقومي تعمليها وجربيها مش هتندمي. متهيألي الحاجه موجوده عندنا. انا طلبي منكم ان انتوا تجربوها بس، مش اكتر ولا اقل، وتقولوا لي في الكومنتات الوصفه نجحت معاكم ولا لا. بس وده كان فيديو بسيط وخفيف وان شاء الله هيكون مفيد. عايزاكم بس لو اول مره تشوفيني ما تنسنيش في اللايك والشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم لي سالمين.